أو حتى محل صغير، ومبدأهم بسيط جدا، اللي مش هيدفع هيتعاقب. الغريب بقى ان في بعض الحالات البلطجية بيبقوا معروفين بالاسم، يعني الحارة كلها عارفة مين اللي بيبلطج ومين اللي بيلم اتوات، لكن الناس ساكتة من الخوف. والسكوت هنا بيعمل حاجة اخطر من كده بكتير، بيخلي البلطجي يصدق انه اكبر من اي قانون. البلطجة مش مجرد سرقة، دي رسالة تخويف، رسالة بتقولك انا اقدر اوقفك في الشارع، اخوفك واخلي حياتك كلها جحيم. بس الحمد لله وان الحقيقة ان القانون بيبدأ يتحرك، والبلطجية دول ساعات بينتهوا نهاية مأساوية. في منهم اللي اتقبض عليه بعد مطاردة طويلة مع الشرطة، وفي منهم حياتهم بتنتهي بسبب بلطجية تانيين غيرهم. ده غير بقى البلطجية اللي بيتصفوا على ايد الناس العاديين اللي قالوا كفاية بقى، كفاية خوف. والدرس هنا واضح، البلطجة مش قوة، البلطجة ضعف وخوف مقنع في شكل عنف. ولو الناس كلها سكتت الشارع هيبقى غابة، لكن لما القانون يتحرك ومعاه الناس تبقى ايد واحدة، البلطجي مهما كان سلاحه هيفضل اضعف من كلمة حق. وهنا بقى في سؤال مهم لازم نسأله، هو ليه أصلا في ناس بتختار تبقى بلطجية؟ هل عشان الظروف يعني الفقر، ولا علشان في قلبهم ميل للجريمة أصلا؟ احنا محتاجين نواجه الحقيقة، البلطجة مش بس جريمة، دي جرس إنذار، واللي هيسكت النهاردة بكرة يمكن يكون هو الضحية. للأسف البلطجة بقت مشهد متكرر، مش مجرد خناقة في حارة أو واحد بيشتم واحد، لا الموضوع بقى أوسع من كده. عندك مثلا اللي حصل في القليوبية، واحد اتصور في فيديو ماسك عصاية وفرد خرطوش وبيهدد الناس قدامهم، وكأنه بيقول للكل أنا أعمل اللي أنا عايزه.